بيقولوا إن الانتباه هو عملة العصر الجديد، وده حقيقي جداً. في الشرح ده هنتكلم في موضوعين مهمين قوي: إزاي نحمي تركيزنا في عالم مصمم إنه يسرقه مننا، وفي نفس الوقت إزاي صوتنا يتسمع بوضوح وسط كل الدوشة اللي حوالينا دي. حد حس بالإحساس ده قبل كده؟ إن الدماغ شغالة زي الكمبيوتر اللي عليه 100 تاب مفتوحين في نفس الوقت، كل تاب بفكرة، بمهمة، بقلق، إحساس مرهق بالزحمة والتشتت، كأن الواحد غرقان في بحر معلومات ملوش آخر. واللي بيصعب الموضوع أكتر مش بس التشتت الداخلي ده، لأ، هو الإحساس بالإحباط. إن الواحد يحاول يوصل فكرة، يتكلم في موضوع مهم ويحس إن صوته ضايع في الهوا، محدش مركز ومحدش سامع، كأن الكلام بيروح في الفاضي. طيب هل الإحساسين دول مجرد صدفة؟ يعني هل إحساسنا بالتشتت وإحساسنا إن محدش سمعنا دول حاجتين منفصلين؟ الحقيقة لأ، هم واجهين لنفس المشكلة، نفس الأزمة الكبيرة اللي بنعيشها النهاردة، وهي أزمة الانتباه. لازم نفهم حاجة مهمة جداً: التشتت اللي بنحس بيه ده مش غلطتنا، مش ضعف مننا، لأ، ده متصمم تصميم. إحنا عايشين في حاجة اسمها اقتصاد الانتباه. يعني ببساطة في شركات وأنظمة كاملة أرباحها بتيجي من إنها تخطف انتباهنا وتبيعه. كل سكرول بنعمله، كل لايك، كل نوتيفيكيشن، كل ده بيصب في مصلحة النظام ده. إحنا مش الزبون، انتباهنا هو المنتج اللي بيتباع. والمشكلة هنا بتتعقد أكتر لما نبص على تصميم مخنا أصلاً. يعني شوفوا المقارنة دي، مخنا متصمم بيولوجياً عشان يركز في حاجة واحدة، عشان ياخد وقته في تحليل المعلومات. لكن العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة بيطلب العكس تماماً، عايزنا نعمل 100 حاجة في نفس الوقت، وبيغرقنا بسيول من المعلومات والمحفزات كل ثانية. ففي صراع دايم، عدم توافق أساسي بين طبيعتنا والعالم اللي خلقناه. يبقى كده عشان نقدر نواجه الحرب دي لازم نبتدي من ساحة المعركة الأولى، المعركة الداخلية اللي بتحصل جوه عقل كل واحد فينا. دي أهم خطوة عشان نقدر نستعيد تركيزنا. لما بنتكلم عن التشتت، أول حاجة بتيجي في بالنا هي الحاجات الخارجية: الإشعارات، الرسائل، المكالمات، الدوشة اللي جاية من بره، ودي طبعاً مشكلة. لكن في نوع تاني أخطر بكتير، وهو التشتت الداخلي، القلق اللي جوانا، التفكير الزيادة في الماضي أو المستقبل، أو حتى مجرد إحساس بالملل بيخلينا عايزين نهرب من اللحظة اللي احنا فيها. الإحساس ده هو اللي بيخلي إيدينا تروح على الموبايل من غير سبب واضح، حتى لو مفيش أي نوتيفيكيشن جت. وهنا بنوصل لنقطة جوهرية جدا: المشكلة مش في قدرتنا على التركيز. يعني الحل مش إنه الواحد يقول لنفسه لأ أنا لازم أركز أكتر، لأ، الحل في تغيير البيئة اللي حوالينا، البيئة الرقمية والذهنية. لو البيئة دي فوضوية هنفضل متشتتين، بالظبط زي ما بنوضب أوضتنا عشان نعرف نقعد فيها، لازم نوضب العالم الرقمي بتاعنا عشان نعرف نفكر. طيب نعمل ده إزاي؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. في خطوات عملية جدا ممكن نبدأ بيها. أول حاجة، نتحكم في الإشعارات، نقفل كل حاجة مش ضرورية. تاني حاجة، نخلق مساحة مخصصة للتركيز، مكتب مثلا مفيهوش أي حاجة تشتت. تالت حاجة، نحدد وقت في جدولنا ونسميه وقت التركيز العميق، ممنوع فيه أي مقاطعات. وأخيراً، نغير نظرتنا للتكنولوجيا، بدل ما هي اللي بتتحكم فينا، إحنا نستخدمها كأداة وقت ما نحتاجها بس. الخطوات دي بتبني جدار حماية حوالين عقلنا. تمام، كده احنا بنينا الحصن الداخلي بتاعنا وحمينا تركيزنا. دلوقتي نيجي للجزء التاني من المعادلة: إزاي بقى نطلع للعالم الخارجي ده ونقدر نجذب انتباه الناس؟ إزاي صوتنا يبقى مسموع في وسط الزحمة دي كلها؟ هنا في تحول كبير في طريقة التفكير لازم يحصل. سر إن الكلام يتسمع مش إنه يكون مبهر، ولكن إنه يكون مفيد. شوفوا الفرق ده: المتحدث اللي مش فعال كل تفكيره في نفسه، يا ترى صوتي حلو، شكلي كويس، هيقولوا عني إني ذكي. لكن المتحدث المؤثر فعلا تركيزه كله منصب على الجمهور. هم محتاجين إيه؟ إيه اللي هيفيدهم؟ إزاي أحللهم مشكلة أو جاوب على سؤال عندهم؟ بالظبط كده. القاعدة الذهبية هي: خلي اللي بيسمع هو بطل الحكاية، مش أي حد تاني. الدور مش إن الواحد يكون نجم المسرح، الدور إنه يكون المرشد اللي بيساعد البطل يوصل لهدفه. لما طريقة التفكير تبقى كده، كل حاجة بتتغير. طيب إيه هي الأدوات اللي ممكن نستخدمها عشان رسالتنا توصل وتثبت في العقول؟ أول أداة البساطة، نختار فكرة واحدة بس، فكرة جوهرية عايزين الناس تطلع بيها. تاني حاجة، نحكي حكاية الناس بترتبط بالقصص مش بالمعلومات المجردة. نستخدم كمان التشبيهات لأنها بتنور الأفكار الصعبة. وما ننساش نكرر الرسالة الأساسية بكذا طريقة عشان تعلق في الذهن. وأهم حاجة،
البداية. لازم أول دقيقة تخطف انتباههم بحاجة قوية ومختلفة. ودلوقتي خلينا نربط كل الخيوط دي ببعضها. إيه اللي بيربط بين المعركة الداخلية للتركيز والمعركة الخارجية لجذب الانتباه؟ هنكتشف إنهم مش مجرد مهارتين جنب بعض، لأ، دول وجهين لعملة واحدة، في علاقة قوية جدا بينهم. بصوا على الجدول ده، هتلاقوا إن المبادئ تقريباً واحدة. زي ما بنحتاج نخلق مساحة ذهنية واضحة عشان نركز، بنحتاج برضو نجهز رسالة بسيطة وواضحة عشان الناس تفهمنا. وزي ما بنقاوم التشتت الداخلي والقلق عشان نعرف نشتغل، لازم نفهم قلق واحتياجات الجمهور عشان نعرف نكلمهم. وببساطة القدرة على التحكم في العالم الداخلي هي اللي بتدي القوة للتأثير في العالم الخارجي. يعني في الآخر الموضوع مش سباق مين صوته أعلى، التأثير الحقيقي بيجي من الوضوح، إنك تكون الإشارة الواضحة وسط كل الدوشة، زي فنار السفن اللي نوره بيخترق الشبورة ويوجه الناس. الرسالة لما تكون مركزة وواضحة هي اللي بتجذب الانتباه ليها بشكل طبيعي من غير مجهود. القضية هنا أعمق بكتير من مجرد زيادة الإنتاجية أو تنظيم الوقت. دي دعوة عشان نسترجع أهم وأغلى حاجة بنمتلكها، انتباهنا. لما نسترجعه بنقدر نفكر بعمق ونتواصل بجد ونختار بوعي إحنا عايزين نكون مين ونعمل إيه. عشان كده هنسيبكم مع السؤال الأخير ده: في عالم كل همه يسرق انتباهك، يا ترى هتختار تبنيه بإيه؟